مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناتنا في كل مكان، وقبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. إذا متابعينا الكرام، الأخبار المفرحة اليوم للجماهير الجزائرية من قبل المدرب بيتكوفيتش الذي يريد تصحيح أخطائه التي ارتكبها في المباريات السابقة للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة أمام منتخب غينيا، والأداء الكارثي الذي كاد أن يكلف الكثير للمنتخب الوطني الجزائري في مشواره في تصفيات كأس العالم 2026. إلى متابعينا الكرام، المدرب بيتكوفيتش يسعى حاليا لتجديد تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري بالكامل، والاستغناء عن الثنائي الذي قدم مستويات كارثية في آخر المباريات للمنتخب الوطني الجزائري. الخبر المفرح للجماهير الجزائرية هو أن المدرب بيتكوفيتش قرر آخرا الاستغناء عن خدمات اللاعب بالرحمة في تربص المنتخب الوطني الجزائري القادم، تحضيرا لمباراة منتخب الصومال، وهي المباراة الحاسمة للمنتخب الوطني الجزائري للتأهل لكأس العالم 2026. واللاعب الثاني الذي قرر المدرب بيتكوفيتش الاستغناء عنه هو اللاعب رامي الزرقي، والذي بدوره قدم أداء جد سيء أمام منتخب غينيا، وارتكب الكثير من الأخطاء التي كادت أن تكلف المنتخب الوطني الجزائري الكثير. إذا متابعينا الكرام، المدرب بيتكوفيتش قرر الاعتماد على لاعبين جدد وضخ دماء جديدة في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري من أجل الاستعداد الجيد لنهائيات كأس إفريقيا 2025 التي ستكون في المغرب. اللاعب رامي الزروقي واللاعب رحمة لأول مرة لن يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري المعنية بتربص سيدي موسى تحضيرا لمباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام الصومال. اللاعب رحمة من المتوقع أن يكون هذا الاستبعاد هو نهاية هذا اللاعب مع المنتخب الوطني الجزائري. هذا اللاعب الذي لم يقدم أي شيء مع المنتخب الوطني الجزائري طوال 8 سنوات قضاها في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري، رغم الكثير من الفرص التي سنحت له مع عدة مدربين للمنتخب الوطني الجزائري. وأنتم متابعينا الكرام، ما رأيكم بهذا القرار الذي اتخذه الناخب الوطني بيتكوفيتش؟ شاركونا أحبابنا في الله بآرائكم عن طريق التعليقات، ولا تنسوا في الأخير مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك الفيديو، ولا نبقى عليكم بأي جديد كما ودناكم إن شاء الله. قناة أرباطو موطن الأخبار الحصرية، تابعونا أحبابنا في الله. سلام.